يتم اعتبار الجانب الجزائري ما يأتي من الجانب الجزائري من معطيات أو من تحذيرات هو الحقيقة المطلقة. بوجود اجتماع استخباراتي إسرائيلي فرنساوي مغربي في تل أبيب كشفت عنه المخابرات الجزائرية في 24 ساعة. هذاك على جنب. المعطيات اللي تم كشفها في المقال أو التي نسبت إلى أنه لقاء صار قبل 24 ساعة نشر ووصلت المعطيات بتاعه لجهات أمنية وجهات استخباراتية ومنها إلى وسائل الإعلام تتحدث على مؤامرة تنطلق نهار 20 باحتجاجات شعبية غاضبة. راهو محاولة، عرفت أنه المطربش وتصب وكان صبت هاني صحبت وكان ما صبتش صحبت عبد، لأنه مسألة يعني الاحتجاجات راهي الاحتجاجات باش تصير لأنه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية متردية في تونس وإمكانية تصير احتجاجات واردة ما تحتاجش فلسفة. باش نسألك أنا هاو الربط اللي حاجتي به، مش أنك تمن بوجود هالمؤامرة وما تمنش، لا. هل تعتبر أنه الإيقافات اللي في علاقة بقضية أمن الدولة هذه أو قضية أمن الدولة اللي تفجرت البارح عندها علاقة بالطرف الجزائري وإلا لا؟ قد يكون هناك علاقة، أنا ما نؤمنش بالارتباط المباشر لسبب بسيط، أما نؤمن بالآتي: نعرف النظام اللي عندنا ونعرف رأس السلطة ونعرف كيفاش تفكر السلطة حاليا، ولينا تقريبا عارفين كيفاش تفكر انه او عارفين وممكن نجيب زاد قد منا تصور جميل انه يتم اعتبار الجانب الجزائري ما ياتي من الجانب الجزائري من معطيات او من تحذيرات هو الحقيقه المطلقه. بكري شرط عملت مقارنه ما بين تقرير الاستخباراتي نتاع الولايات المتحده الامريكيه في CIA حول امكانيه الاغتيال الابراهيمي نهار 25 جويلية وتفاصيله، وما بين هذا وقت اللي بعث الامريكان بعث التحذير انه عندها معطيات استخباراتيه تم عن طريق الرصد تحذر انه فما المجموعات ناويه تغتال كذا كذا. الدوله التونسيه تعاملت معاها باستخفاف. الاستخفاف هذاك ما نحبوش. اليوم انت عندك معطيات انه هناك مؤامره واعطاك الاسامي، هل اخضعت هذا للمراقبه لمعرفه حقيقه هذا التحذير ام لا؟ ما صارش. انت وقفت وجهت تهمه واعتبرت انه تلك المعلومات المعلومات اللي جاتك من الجزائر ونجيب في حاله ما انها جات من الجزائر بتبقى احنا نطرحوا في الفرضيات كلها. انا لهنا نجاوب مع نجيب قاعد نتحاول نتساير مع كلام نجيب اللي تواجه قال كونه الجزائريين بعثونا معلومات. نتصور العقل البسيط حتى للناس اللي ممكن عرفتها ولات مؤمنه ياسر بنظريه المؤامره لتاثرها بالسريات نتاع المخابرات، تعرف كونه في المخابرات ثم وثائق ثم ادله ثم براهين. هل تم ربط ادراج هذه البراهين في الملف العام الاول؟ عندنا ملف تساؤلات مش موجود فيها، هذا موجود خلط تخرج النائب العمومي. اوكي واضح حسن. لا ما عادش الاعتقاد الساذج عند جزء من التوانسه حتى اللي في الحكم انه الجزائر هي اختنا الاكبر معنا وهي تموت علينا وتحب تحمينا، رواه ما الجزائر تدافع عن مصالحها، واذا كانت مصالحها تستوجب انه تلعب بيك شعبا وحكومه، راهي باش تلعب بك شعبا وحكومه. تسمع شاكر هذه يسحبها مصالح تونس من مصالح الجزائر. ملي ولينا نحن والجزائر في خط مع بعضنا حتى عائله تونسيه حاكمه في الجزائر على اللي فات من يستغل الاشاعه باش نولوا حتى الجزائر عاد فما حدود النقاشات شوي كذا. لمن يستغل يا نجيب؟ لمن يستغل؟ يبين انا عايد يا بابا يان وعايد يا بابا يان عايد يا بابا يان. انا قلت الشعب التونسي انت ليش كنت قلت؟ انا الشعب التونسي. هيا جاوبني انت. انا الشعب التونسي وسب الجزائر والله. الامن القومي التونسي في بعقلك انت. الامن القومي التونسي في بالك تغضب الجزائر نحن يطفى الضوء في استوديو ما عادش فما مونتين. اوكي هي تغضب الجزائر ما عادش فما مونتين، ما في بالكش بالشيء هذا. شوف يا نجيب لا حسين بعد خلينا نسمع زياد. مدام مصداقية الخبر القائل بوجود اجتماع استخباراتي إسرائيلي فرنساوي مغربي في تل أبيب كشفت عنه المخابرات الجزائرية في 24 ساعة، هل هو خبر جدي فهمتني أم لا؟ أنا مشيت سألت زميل اللي هو زميل زين الشرفاوي اللي هو رئيس تحرير جريدة الوطن، وهي جريدة معروفة بالمعارضة تاعها للسلطة في القايبة. قلت له بالله يجري جريدة الخبر وخاصة سي جلال بوعاتي هذا صاحب المقال صاحب المقال. قال لي جلال بوعاتي هو راه مدير جريدة الخبر وهو راه صحفي محترم وله مصداقية. إذا نحن فيما فهمتني يتعلق عندنا في صحيفة عندها في مصداقية، والصحافي يكتب بالخبر هذا له مصداقية. اثنين، هل الخبر هذا هو خبر صحفي؟ لا، تسريب هو نقل، تسريب هو أمني، تسريب هو مخابراتي استخباراتي، مش الجريدة اللي اخترقت الاجتماع. اي له بدقان نقلا عن مصدر موثوق. انا اليوم الجزائر وتمكنت من هذا الانجاز العظيم اني انا نخترق، وهو شيء يعتبر فخر اني نخترق اجتماع في قلب تل ابيب يجمع الموساد مع المخابرات الفرنسويه
ظهر لي 5 فرنسيس قالوا 12 ضابط مغربي و12 المغربي في وكذا، ونعرف شنو التخطيط نتاعهم الجزائر. لا ونعرف زاد اللي هم عندهم برنامج لتونس. اي ما نخرجش انا نعمل ندوه فهمتي صحفيه ونعلن فيها فهمتي على الخبر الهام هذا، كيفاش خبر بهالاهميه هذه نسربوا هكايا في هكا تعودت اجهزه المخابرات تعود تخدم هكا ما يخدموش من هذا فتح مبين. نحن شباب تونسي معناها فرحنا وقت اللي دخلوا اخترقوا المنظومات المعلوماتيه الاسرائيليه الهاكرز وكذا، وقلنا معناها حيينا الشباب هذا بتاعنا وغيره. فما بالك مخابرات عربيه جزائريه تقتحم قلب تل ابيب الى اخره. شوف ايش معناها كلام غلط زياد. انت عملت المقدمه تقول الرجل عنده مصداقيه. لا قلت له مش هو صاحب الخبر، هو عنده مصداقيه ومحترم، لكن الخبر مش هو اللي صح ونقله عن مصدر مخابرات. وهذا المصدر ايش نقول لك انا؟ نقول لك اذا كان المتكلم مهبول السامع يكون عاقل. رانا ما هبلناش كلنا في البلاد، راهو مازال في البلاد هذه شكون عنده عقل. راهي مش تونس كلها تشطح على طرب وفلس، ولا اللي زغرتوا لها فهمتي في فوذنها تقوم كذا. دونك يلزمنا شويه فهمتني عقل وشويه رزق. ونحب نقول حاجه، الاخوه الجزائريين اذا كانوا يحبوا تونس ويحبوا فهمتني يعاونونا بالفعل، يوقفوا علينا الهجمات هذه نتاع الالاف نتاع المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء اللي قاعدين يدخلوا لتونس وعاملين ازمه فهمتي لتونس، واللي قاعدين يدخلوا عن طريق الحدود الجزائريه، وتحولت دخولهم الى ماساه انسانيه. لانه مش الناس اللي يموتوا في البحر بركه وهم يبحثوا على حلمه، وانما الناس قاعده تموت على الحدود، يدخلوا من القصرين وقاعدين يموتوا في البرد وفي المطر. اليوم باش نقول بكل اسف فهمتي الكلام هذايا، مع حبي للجزائر ثوره وشعب واللي تحب انت، قيس سعيد جعل تونس رهينه للوصايه الجزائريه. نجيب كيف ترد؟ نبدا برهان باش شكون هبط الخبر هو جلال ابو عاطي الصحافي، وهو معروف بمصداقيته عند المعارضه اكثر من السلطه. نعم صحافي محترم جدا. وبالمناسبه نحيي الجيش الجزائري والمخابرات الجزائرية لوقوفه إلى جانب الدولة الصغرى تونس. ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. وكانت والجزائر يجب علاقتنا تزيد تتطور معاه، لأن مصالح مشتركة ومرتبطة تاريخيا، سواء في الاستعمار نظلنا مع بعضنا، سواء في الازدهار نزدهروا مع بعضنا، سواء في النكاسات تصير لنا مع بعضنا. معناتها نحن والجزائر دولة واحدة. ايش قولك نوليو الولاية 49 وكهو؟ تو هذا كلام الرئيس تبون يقول لك ما ندخلش في الشؤون الداخلية، هذا يصرح بذلك للدولة التونسية. أما علاقات استراتيجية مبنية على علاقات استراتيجية أمنية واقتصادية وكذا نزيد برجع مالا هاو أنت ممن بالفرضية هذه عمل لي الربط مالا ما بين خاطر أنت شاد صحيح القائمة بتاع التآمر عام الدولة والخبر في الصحيفة الجزائرية كله عنده علاقة ببعضها، فسلي الربط ما الذي يربط يوسف الشاهد بكمال جيزاني براشد الغنوشي بلطفي زيتون بريان الحمزاوي بشهرزاد عكاشة للمؤامرة اللي كشفتها المخابرات الجزائرية حسب رأيك. هاو نعطيك فرصة تاخذ نفس نسمعوا الأخبار ونرجع ردك.